السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة الأسرة للطبخ والوصفات الطبيعية. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم لي ترونش اللي صايبتهم بواحد الطريقة اللي هي سهلة ومقادير في المتناول، جاو رائعين وناجحين ولو من أول تجربة. هاد لي ترونش كيجو ناجحين، نتمنى أنكم تجربوهم وتقدموهم لوليداتكم. نتمنى كذلك اللي باقي ما اشتركش في القناة ديالي يشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وكنشكر جميع المشتركين وعلى التعاليق الجميلة والمحفزة. نبدأ على بركة الله. عندي هنايا 3 ديال البيضات، استعملت 3 ديال البيضات، الحجم ديالهم متوسط وبحرارة المطبخ، وغادي نضيف ليهم كأس ونصف ديال السكر سنيدة، واحد الرشة ديال الملح لتصحيح الذوق، وغادي نطربهم بالطراب اليدوي. اللي ما كيبغيش الحلاوه بزيد يدير غير كاس فقط. صافي غادي نطربهم كيف كتشوفوا غير بالطراب اليدوي. من بعد صافي غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت ضفت كاس ونصف ديال الزيت، كذلك نضيف كاس ونصف ديال الماء. فهاد الجنواز صايبته غير بالماء وجا ناجح ورائع بطبيعة الحال. هنا كيف كتشوفوا راني ضفت الماء وكذلك ضفت الزيت، نفس المقدار ديال الماء ضفت نفس المقدار ديال الزيت. القالب اللي استعملت فيه 20 على 30، يعني صوب حضرته في واحد الطاوة اللي هي صغيرة. غادي نستمر في التطريب حتى ينسجم ليا الخليط. ضفت هنايا واحد راس معلقة ديال القرفة، فجربوها بالقرفة راه كتجي منسمة ورائعة. وكذلك ضفت ملعقة ديال الكاكاو. هنا عندي انا الكاكاو حلو، ما عنديش المر. لا ما عندكمش الكاكاو المر ممكن تستعملوا الكاكاو الحلو، ولكن الكاكاو المر كيعطيها اللون الداكن. انا هنايا خدمت بالكاكاو الحلو، لا في العجين ولا في الكريمه. هنا صافي غادي نبدا نضيف الدقيق، وكذلك غادي نخلط تدريجيا. بالنسبه للخميره استعملت غير خماره واحده مقدار ملعقه صغيره صافي. وغادي نضيف الدقيق هنايا خدات معايا 4 الكؤوس ديال الدقيق بالعبار ديال الكأس اللي استعملته، سواء كأس العنبة أو كأس عادي. نفس الكأس غتعبروا به الدقيق. بالنسبة للخليط راه كيتخلط ضروري جيدا باش ما تبقاش فيه الحبيبات، وكذلك إلا ما كانش عندكم العبار ديال الدقيق أو بغيتو تستعملوه تدريجيا، فالخليط خاصو ما يكونش واقف وما يكونش مطلوق، يعني يكون بين وبين حتى ترسم لكم 8. بالنسبة للناس اللي كيعرفوا الطريقة ديال الجينواز أو الكيك الخفيف راه كيعرفوا هاد المسألة. صافي هنايا أنا كنستمر نوريكم بالكأس شحال خدات ليا، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش جا الخليط وكيفاش خصو يكون. هانتوما كيفاش خصو يكون. حاولوا نرسموا ديك الرقم 8 وترسم لينا بكل سهولة. صافي هنايا راني
الدقيق ضفت 3 كؤوس ونصف، وضفت النصف الآخر المتبقي، والخليط هنايا راه انسجم، والرقم 8 ها هو كنكتبو، صافي هذا هو القوام ديالو. من بعد صافي راه غادي نفرغو في الطاوة، نجمعو ضروري بهاد السطاتيل لأنه كيبقاو الجناب فيهم بعض الحبيبات، ضروري نأكدو بالسطاتيل. وهنايا راه خديت الطاوة ديالي، ممكن انكم نتوما تفرشوا فيها الورق الطبخ، انا هنايا درت غير الزبدة والدقيق، وبطبيعة الحال ضروري منين نكبو الخليط يكون في الاعلى باش ما يبقاش لينا الفقاعات في الوسط ديال العجين ديالنا، ونوزعو على الطاوة حتى ياخد الشكل كامل. ومن بعد غنديه للفرن. بالنسبة للفرن ما كياخدش ليا الوقت كتير، يعني حتى ل20 دقيقة تقريبا، كيطيب من الاعلى ومن الاسفل، وكيطيب بسرعة لان الخليط ديال الجينواز فيه غير خمارة وحدة، ما غاديش يطلع مزيان وغيجي في القياس ديالو هو هداك. ضروري الفرن من قبل كيكون ساخن جيدا باش تجينا الجينواز ناجح. ومن بعد ما طاب فانا قطعته على النصف كيف كتشوفوا. خديت واحد الكأس اللي فيه القهوة، ممكن نتوما تاخدوا اي حاجة باش تفزقوا بها الجينواز، ممكن تاخدوا الحليب او العسل المخفف. وهنايا بالاستعانة بواحد البوش خديت الكريمة ديالي اللي طربتها وغادي نوزعها. بالنسبة للكريمة راه طربتها وضفت ليها، خديت رابعة ديال لاكريم فريش طربتها بالطراب الكهربائي، ضفت ليها واحد شوية ديال الشوكولاتة كيف كتشوفوا اللون ديالها صابلي، وضفت ليها واحد شوية ديال لوز مهرمش اللي كان عندي، يعني كإضافة. ممكن أي إضافة نتوما تضيفوها، ممكن ما تضيفوا حتى شي حاجة، تكتفيو غير بالكريم فريش فقط. ومن بعد صافي هنايا راك كيف كتشوفوا كنحاول أنني نغطي عليه من الجوانب، ونحاول أنني نقادو وياخد ليا واحد الشكل اللي هو موحد. وبطبيعة الحال ضروري ما طيح لينا شوية الجوانب. المهم غادي نحاول أنني نقطعها من الجوانب باش نحصل على الشكل الموحد اللي باغا في الجينواز ديالي. نحيدو هذيك الجوانب اللي كتكون شوي شوية عويوجة، ونحيدو هذيك الأطراف من الجوانب. ومن بعد راني ديتو الثلاجة حتى شبر راسو واحد شوية بما صوبت الكاناش. بالنسبة للكاناش درت واحد شوية ديال الشوكولاتة، ذوبتها في حمام مائي وضفت لها واحد شوية ديال الحليب حتى خدات معايا هاد الشكل. ومن بعد غادي نحطها فوق من الحلوة ديالي، غادي نوزعها بطبيعة الحال حتى تاخد ليا الشكل من فوق، وحتى هي غادي نعاود نديها للثلاجة واحد شوية حتى تبرد. ومن بعد صافي هنايا راني شبرات معايا الشكلاط وانسجم ليا مع الحلوة ديالي. غادي نقطعو بهذا الشكل، والتقطيع بطبيعة الحال على حسب عدد الأفراد
وعلى حسب القياسات اللي بغيتو. وغادي نزينها بشوية ديال لاكريم اللي بقات عندي، وهذا هو الشكل ديالها. وضعتها في واحد الصحن بطبيعة الحال ديال التقديم، ونتمنى أن المحتوى ديالي يعجبكم. هنا صافي، ها هي الحلوى ديالي، حلوة لاكريم رائعة، جات لذيذة وجات شهية وجات منسمة بهذيك القرفة اللي درت فيها، عطاتها واحد لوغو رائع جدا. نتمنى أنها تعجبكم وكنشكركم جزيلا على المتابعة.